تشكيل الاهلي الافضل او اللي اتمناه قدام زد. جربنا اكرم توفيق في مركز الباك اليمين وقدم اداء جيد جدا ورغم قوته الدفاعيه الا ان اكرم توفيق كان عنده اخطاء دفاعيه. اذا انا مطالب العب بعمر كمال واشوف عمر كمال واتقبل اخطائه الدفاعيه واحاول اعالجها بان انا اعمل ضغط عالي وما اخليش فريق الخصم يلعب عليا كره ويستحوذ ويخلق نقط ضعف عندي. عمر كمال قادر على الخروج بالكره بشكل جيد تحت ضغط. كمان عمر كمال هجوميا هيكون اقوى من اكرم، فانت محتاج تجهز عمر كمال، ما تقتصرش دوره على كام دقيقه بيلعب فيهم وفي ماتشات ما بينزلش فيها نهائي. كمان زي ما جربت طاهر وجهزت طاهر بشكل جيد جدا، انا محتاج ان انا اجهز رضا سليم. مش معقول هيكون عندي طول الموسم الجناحين طاهر مع حسين الشحات، غير كده مفيش حد تاني. رضا سليم يبقى بعيد وبيرستاو كده كده بعيد، فانا محتاج ان انا العب كمان برضا سليم وادي رضا سليم في المباراه دي، وانا اطمنت على طاهر. في نص الملعب مروان عطيه اللاعب الوحيد اللي مرتاحش مع الاهلي ولا منتخب مصر ولعب كل الماتشات بشكل اساسي مع كل الدقائق. مروان عطيه محتاج ان هو يرتاح، والعب بكوكا واشوف الثلاثي كوكا مع عمر الساعي ومعاهم امام عاشور في وسط الملعب. مصطفى شوبير محمد الشناوي مش هيكون موجود في حراسه المرمى في ماتش المنتخب اللي جاي او المعسكر اللي جاي، اذا مصطفى شوبير ياخد ماتش الاهلي اللي جاي علشان يكون حارس مصر ان شاء الله وياخد الفرصه دي في المعسكر اللي جاي. ده التشكيل الافضل بالنسبه لي او اللي اتمناه. مصطفى شوبير في حراسه المرمى، باك يمين عمر كمال، قلبين الدفاع خالد عبد الفتاح مع رامي ربيعه، كمان باك شمال يحيى عطيه الله، في نص الملعب كوكا، وعلى اليمين عمر الساعي، على الشمال امام عاشور، جناح شمال رضا سليم، جناح يمين حسين الشحات، راس حربة أسامة أبو علي. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.